السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. الصيف دخل علينا والكلام على مبردات الهواء هيزيد أو التكييف الصحراوي، هما الاتنين بيكونوا واحد. فأنا قلت أخش كده من البداية أتكلم معاكم عن تكييف صحراوي فريش، عشان الناس الفترة الأخيرة دي بدأت تسأل عنه، عن مميزاته وعيوبه، وهل فعلا بيعمل تبريد أو بيبرد الجو وينفع استخدمه في الأماكن الإيه. فأنا النهاردة إن شاء الله هعمل لكم كده زي مراجعه شامله عن تكييف صحراوي فريش. لو انت اول مره تشوفنا، احنا قناه محتوى الاجهزه المنزليه، عندنا معارضنا في الاسكندريه، عندنا جميع الاجهزه المنزليه. لو انت مهتم بالمحتوى ده ممكن تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. كمان لو انت عايز اي منتج من عندنا بيكون ليك خصم حصري ليك انت كمشترك في القناه، في حاله طبعا الاشتراك في القناه بتبعت لنا سكرين بالاشتراك، واحنا لو انت عايز اي منتج عن السعر اللي انا بتكلم عنه او السعر الموجود في السوق بتاخد خصم كويس جدا. الشحن في اسكندريه بيكون مجاني، شحن القاهره بيكون مجاني، متوفر شحن لجميع المحافظات. كمان عندنا تقسيط مع البنك الاهلي وبنك السي اي بي وكمان مع فاليو. فبما عشان ما نطولش عليكم نشوفوا معانا ايه النهارده. الصيف كل سنه الحراره بتاعته بتزيد، وكل شويه الناس بتسال التكييف الصحراوي ده فعلا فعال ولا لا، فاحنا هنحسم الجدل في الحلقه دي. طبعا في موديلات كتيره جدا من التكييف الصحراوي، في ماركات كتيره جدا، بس انا اخترت اتكلم عن فريش النهارده لان بيكون هو اكتر اسم شائع. تكييف صحراوي بيكون متوفر منه ال 45 لتر لحد ال 85 لتر. الحجم المتوسط منه بيكون 60 لتر، ده بيكون متوفر كتير جدا في الاسواق، وبرده بيكون عملي لانه بيكون وسط، لو في مساحه كبيره بيغطيها، مساحه صغيره برده بيغطيها كويس جدا ومش بيتعب. لو هنتكلم عن ال 60 لتر فهو بيغطي مساحه تقريبا 45 متر. طبعا هنا قصدي 45 متر مربع مش 45 متر كده. بيوزع الهواء في 4 اتجاهات، كمان بيكون في 3 سرعات. طبعا بيكون في 4 عجلات عشان نتحكم فيه بسهوله جدا. طبعا هو بيكون خفيف جدا بدون ميه، لما بتحط الميه بيتقل شويه، بس يعني مش بيكون صعب جدا في الحركه. بيكون معاه ضمان 5 سنين من شركة فريش. أهم مميزاته بيكون تبريده فعلا فعال في المساحات المتوسطة، يعني بيكون كويس جدا في الاستخدام المنزلي أو في مكتب. برضو بالنسبة لموضوع توفير الطاقة، عشان الناس كتير جدا كمان في الموضوع ده، فهو بيستهلك كهرباء بس طبعا اقل من التكييفات السبليت العاديه، بس من ناحيه استهلاك الكهرباء هو بيستهلك كهرباء، بيستهلك ميه. طيب هو ايه فكرته؟ انت بتحط ميه في تانك والمروحه دي بتوزع الميه دي مع الهواء، فبتحس ان الجو لطيف شويه. دي فكرة التكييف الصحراوي. طيب هل بيكون مناسب لجميع الأماكن أو جميع البيوت؟ فهو مش بيكون مناسب لكل الأماكن. هو الأفضل بيكون هو اسمه تكييف صحراوي، بيكون مناسب للأماكن الصحراوية اللي ما فيهاش رطوبة. يعني مثلا عندنا في اسكندرية أو المدن الساحلية ما انصحكوش خالص تجيبوا التكييف الصحراوي ده. لو أنت مثلا في الصعيد في سينا فالتكييف بيكون كويس جدا بالنسبة لكم. ليه؟ لأن هو بيزود الرطوبة في الجو. الهواء مع الميه بيزود الرطوبه. من اهم عيوبه صوته بيكون عالي نسبيا، بيعمل ضوضاء. فزي ما اتكلمنا لو انت في منطقه ساحليه فبلاش التكييف الصحراوي، مش هينفع معاك. طيب هو زي ما كده بيكون بيزود الرطوبه، وبرده لو حد عنده مشكله في الصدر زي حساسيه فما انصحوش خالص بالتكييفات الصحراويه بشكل عام. كده انا رديت على معظم الاسئله اللي بتجيلي على التكييفات الصحراويه. لو انت عندك اي سؤال سيبه لنا تحت في التعليقات واحنا باذن الله هنرد عليه. سعر التكييف الصحراوي بيكون في متوسط من بين 5000 جنيه ل 5500 جنيه بالنسبه لماركت فريش. طبعا في ماركات كتيره جدا كنت عامل عنها حلقات سابقه قبل كده في السنتين اللي فاتوا، بس طبعا هحدث الحلقات دي، ولو في اي معلومه زادت هتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. يعني باختصار لو انت عايز حاجه تبرد بشكل فعال فعلا تحس بالتبريد، فاشتري التكييف او اشتري المبرد الصحراوي ده، بس في الاماكن الجافه. بلاش الاماكن الرطبه، هيجيب معاك نتيجه كويسه جدا في الاماكن الجافه، بس هتضطر طبعا تستحمل دوشته وتستحمل كل شويه تحط ميه، كل شويه طبعا لازم تحط تلج عشان الهواء اللي يطلع او رذاذ الميه اللي بيطلع يكون ساقع. لو انت عندك التكييف ده فياريت تشاركنا برايك تحت في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناه عشان لو انت عايز اي منتج من عندنا تاخد خصم حصري ليك. ولو حد عنده اي سؤال برضو مستنيكم في التعليقات. يا رب تكون حاجه عجبتكم واستفدتوا منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.